كده اول حاجه هنعملها الكبده اهي. هنشوح فصين كده توم ونشوح الكبده بتاعتنا الاول. طبعا هنعمل الكبده والسجق وشويه باذنجان بقى مخلل كده. يعني ايه، الدنيا غاليه والفراخ غاليه واللحمه غاليه، فلازم ندلع نفسنا كده شويه. اول حاجه هنعمل كبده وهنعمل سجق طبعا، وهنظبط بقى الدنيا ونعمل احلى غدوه حلوه. معايا كده التومه اتشوحت، هنزل بالكبده بتاعتي اهي. مش معنى ان اللحمه والفراخ غليت بقى يبقى مش هناكل، لا، لازم ندلع نفسنا كده شويه ونعمل احلى سندوتشات بنجيبها من بره بالشيء الفلاني، نعملها احنا في البيت بقى باقل التكاليف. هننزل كده برشه من الكزبره بقى، نتبل الكبده بتاعتنا، وشويه من الملح وشويه من الفلفل الاسود، وشكرا على كده. بس كده ده اللي هنعمله. ونسويها بقى ونحط لها شويه من الفلفل الاحمر والاخضر، فلفل الالوان بقى، نظبطها كده مع بعض. كده الكبده بعد ما اتشوحت هنزل بشويه من الطماطم كده، عشان انا عايزه ازود السندوتشات طبعا، العدد كبير فلازم ازود الكميه شويه. وشويه فلفل احمر وبرده فلفل اخضر عشان نعمل شويه سندوتشات ضخمه. نشوحهم مع بعض وبس كده. تكه بقى كده هنعملها بتظبط الكبده معايا قوي، بتبقى كاننا جايبينها من بره. دي طحينه، سلطه الطحينه انا عاملاها عادي اهي، وهحط معلقتين 2 بس كده تديني صوص حلو قوي وطعم كده ونكهه جميله في الكبده بتاعتنا، تبقى احلى من اللي بنجيبها من بره. اهي سيبها بقى تتشوح كده وتستوي مع بعضها عشان الخضار برضو يستوي. كده خلصنا الكبده بتاعتنا، خلصناها تشويح بس ما خلصناش تسويه. سيبها بقى تستوي ونشوفها مع بعض. كده خلصنا الكبده. هنبتدي بقى نعمل السجق. معايا فصين توم برضو او معلقه توم صغيره، ونشوحها كده ونشوح السجق. ترفعي ايدك فوق يلا كده. واحنا بنشوح السجق هشوح برضو البصل. انا حابه احط بصل في السجق معايا اهو، ممكن اقطعه جوانح او اقطعه خراطه صغير، مفيش مشكله، بس انا بعمل كده عشان السجق ما بياخدش وقت، فعايزه البصل يتشوح معايا. بعد ما تشوح هنقصقصه قطع قطع كده عشان نحشيه في الساندوتشات. كده بعد السجق ما اتشوح هننزل بكل الخضار بتاعنا بالشكل ده كده يستوي مع بعض. ونديله تقليبه. سيبه بقى يتشوح ونشوفه مع بعض. كده خلصنا الكبده اهو، وبنبتدي بقى نحشي. عملنا العيش بالشكل ده كده اهوت، بالشكل ده عيش سندوتشات، وهننزل بالكبده بتاعتنا وننزل عليها بالطحينه اهي. هنعمل برضو السجق نحشيه كده وننزل برضو عليه بالطحينه اهي بالشكل ده. طبعا لو في حاجه نمسحها ونخلص ونشوف مع بعض. خلصنا الطبق بتاعنا، ولو عجبكم لايك وشير وسبسكرايب علشان يوصلكم كل جديد.